وهنا أليكس بتسلم بين كاميرا عشان يستخدمها وهو بيكتشف الطريق، وفعلا بدأ يتحرك بين ويروح في اتجاه الجبال، لكن ما بيلاقيش أي حاجة ولا أي وسيلة مساعدة. فقرر إن هو يرجع تاني لأليكس، لكن وهو راجع فجأة بتتزحلق رجله وكان خلاص هيقع وهيموت، لكن في اللحظة الأخيرة بيصطدم بحجر وقدر إن هو ينقذ نفسه. في اللحظة دي كانت أليكس مستنية بين، لكن اتفاجئت لما شافت كلب الطيار بقى متنرفز وبدأ يصيح بجنون. وهنا أليكس بتسمع صوت جاي في اتجاهها، فبتبص من شباك الطيارة واتفاجئت إن في حيوان مفترس جاي ناحيتها، وبدأت أليكس تهدي الكلب، لكن الكلب بيجري ناحية الحيوان ويهاجمه، وهي ما كانتش قادرة إنها تتحرك رغم محاولتها. وفي الآخر الحيوان بيسيطر على الكلب ويسيبه، وفجأة بيدخل الحيوان جسم الطيارة عشان يهاجم أليكس، بس هي ضربته بالمسدس وخلته يهرب من الطيارة وبيموت الحيوان في الحال. وبنشوف بن اللي سمع صوت المسدس وجري بسرعة ناحية الطيارة عشان يطمن على أليكس، وأول لما وصل شاف أليكس واخدة الكلب عندها وكان الكلب مصاب، وبعدها حكت ليه على كل اللي حصل وطمنته على نفسها وإنها بخير وما فيهاش أي حاجة، وطلبت من بن إنه يعالج الكلب. وأول لما خلص بن من علاج الكلب طلع بره وولع نار وشوى الحيوان المفترس اللي قتلته أليكس، وفضلوا ياكلوا فيه لغاية لما خلصوه. ومن هنا ابتدت أليكس تحكي لبن إنهم لازم يتحركوا عشان ينقذوا نفسهم وما يستنوش حد يجي يساعدهم، وبتقولي كمان إن فرصة نجاتهم من المكان ده ضعيفة جدا. فرد عليها بن وحكى لها على كل اللي حصل معاه، وقال لها إنه ما شافش أي طريق وكمان كان هيموت، وده بسبب تضاريس المكان اللي هو مش عارفها.